مساء الخير ومساء العافية ومساء السعادة عليكن بنات، ونبدي فيديونا بالصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكن حبيباتي؟ شخباركن؟ إن شاء الله الكل بخير. واليوم نبدي وياكن روتين جديد وإن شاء الله يعجبكن. طبعا العجن والخبز ما أدري، أحس إنه الناس أكثر شي تحب العجن والخبز والسمك، ما أعرف ليش. المهم، وكان ندخل 1000 مشترك، وطبعا الفضل لرب العالمين، ومن بعد رب العالمين أكيد أنتم حبايبي، والله ما تقصرون، وأشكركم أشكركم هواي كلش هواي. والله ما تعرفون فرحتي، يعني البارحة من دخلت 1000 مشترك ما تعرفون فرحتي. ولو البارحة أنا ما نزلت، يعني عذروني والله، بس كان عندي ظرف شوية. والله بنتي الكبيرة شوية مريضة، خذيناها للدكتور. اي فما رجعنا متأخرين، يعني المغرب كلش، فوالله ما لحقت يعني لا أمنتج ولا أنزل، فاعذروني. إن شاء الله اليوم أعوضكم بهذا الفيديو، يعني شوية سويته فيديو شوية طويل حتى أعوضكم عن أمس. إيه حبايبي، والله أشكركم الجديدين، أقول لهم أهلا وسهلا ونورتوا القناة، والقديمين أقول لهم انتم يعني اهلي وعائلتي الثانية. والله يعني ما اعرف شنو هالتفاعل هذا الحلو وهالتعليقات الحلوة مثل وجوهتكم. طبعا يا ما لا، ما هسه قلوبكم طيبة واخلاقكم الحلوة ما تكتبوا لي هيج كلام حلو، وما تتفاعلون هيج ويا منشورات ويا فيديوي. والله يعني ايش قد ما اقول بحقكم والله قليل. والله الصراحة أنا قلت على أساس عود يعني أسوي كيكة واحتفل بالألف، بس يعني مو مال احتفال هسه، تعرفون بعد كريسمس جاي وهاي، ولو اني مقررة انه السنة ماكو احتفال بكريسمس. يعني تعرفون بعد هاي الايام شوية وفاة فاطمة الزهراء عليه السلام، يعني وقت اصلا همين اكثر الناس تقول يعني حرام انه عيد كريسمس واحد يحتفل بيه، بس بعد جهال ايش اسوي لهم؟ يعني يشوفون الناس تحتفل وهاي لازم هم يريدون هيك. يمكن راح اسوي هيجي كيكة بسيطة وهيجي بيناتنا، ما لا احتفال قوي ولا شي، مجرد هيجي بيناتنا. بعد الله كريم، ما باقي هو ما باقي شي، بس الله كريم نقول. لان ما نعرف باكر شنو ضامننا الصراحة يعني. والحمد لله على كل حال. اي واللي يسأل عني طبعا، او اكو امس متابعة سألت عني بالتعليقات، وهي دائما يعني منورة وتعليقاتها كلش حلوة. اقولها بعد عمري يعني ما اعرف شلون هيجي يعني ذكرتيني وقلتي اليوم ما نزلتي وهاي، بس والله ما اعرف يعني انتي شقد طيبة وشقد شايلة روح حلوة، بحيث انه يعني هيك منتظرة حتى فيديوهاتي، تعرفين حتى الوقت اللي انزل بيه. والله ما اعرف شو اقولك، بس الصراحة يعني انتي احسك شيكي مثل اختي، لان تعليقاتك الحلوة وكلامك الحلو بالتعليقات يعني كلش كلش جاي يفرحني. وكلشن بنات يعني تعليقاتشن كلها حلوة، وكلشن على راسي طبعا، واعتبرشن خواتي والله، مو بس مجرد متابعات. و... واكو بنات بالتعليقات طبعا قالوا ذكريني وخلي البنات يدعوني. طبعا متابعاتي الحلوات اكيد ما يقصرن. اكو بنية تقول انه اني مريضة وابني همين مريض، ابنها ما نسيت يعني شنو كتبت لي انه مرضى بالتعليق، بس نسيت الصراحة والله شنو المرض مالته. المهم ان شاء الله يا ربي ابنك ان شاء الله ما بي غير العافية، وان شاء الله مشافى، وان شاء الله انتي هم يا ربي يطمن قلبك ويريح قلبك ويبعد عنك الخوف، وكل شي تحسين بيه رب العالمين يبعد عنك. وإن شاء الله يا ربي كل مريض أي مرض كان إن شاء الله رب العالمين يشافيه ويعافيه إن شاء الله. وبحق هاي الأيام، أيام فاطمة الزهراء عليها السلام، إن شاء الله كل مريض يشافيه، وكل محتاج ينطيه، وكل إنسان يحلم بشي إن شاء الله يتحقق. وإن شاء الله إحنا من معاهم يا الله، آمين يا رب العالمين. وطبعا وياكم أجنت طبعا وخبزت، وهذا خبزي، بس والله الصراحة ما تعرفون بيومها صار بي صراحة هذا
الجمعة صورته مال السمك يعني، بس بعد ما نزلته لين ما أريد يوميا أنزل لكم سمك، يعني لازم أخلي فترة بين فترة وفترة. اي والله احنا الصراحة بالأسبوع مرتين ناكل سمك، الجمعة والثنين أو الثلاثاء أو الأحد هيك يعني. المهم، فأني صورته بيوم الجمعة، وتتذكرون يوم الجمعة شلون كانت مطر وعاصفة يعني، بس صار بي بوقتها الصراحة يعني كلش كرهت حتى الخبز. وقلت بعد مستحيل يوم الدنيا تمطر وهيج وأسوي سمك لو أخبز، يعني مستحيل. وشوف حتى هنا الكاميرا تتحرك لأن والله هوا قوي وحتى الستاند يتحرك، يعني قوة. حتى الخبز ما شاركته يعني كله وياكم، بس هيجي كم وحدة. وبعدين لأن مطرت الدنيا والله حتى العجين تبلل يعني. على ما خلصت عجين خبز العفو، أنا متبهذلة وحالتي حالة. بس قلت لازم أصور لكم شوية حتى لو شوية وأشارككم. وطبعا هذا السمك يسمونه بلطي، اكو ناس تسميه شانك. المهم بس هو يعني تازة وحلو كلش حلو يعني. أنا بالنسبة إلي أحلى سمك بالقلي هو هذا، ما أعرف عندي بدون منازع هذا السمك. والله كلش أحبه بالقلي. اي حبايبي وما ننسى الدعاء طبعا لكل الناس، الكل محتاج دعاء ندعي له أكيد. والكل إنسان يعني محتاج أي شيء أكيد إحنا نكون وياه. فالبنات اللي قالوا ادعينا بالتعليقات، وخلي البنات متابعاتك يدعن همين إني والله أكيد ندعي لكم بكل وقت، وإن شاء الله وبكل صلاة إن شاء الله نذكركم ندعي لكم. وإن شاء الله رب العالمين يشوف كل من مريض وكل من طبعا هو يشوف المرض والجسم وأي ابتلاء من رب العالمين. المفروض الإنسان يقول الحمد لله على كل حال، لأن هو هذا كله يعني مثل ما تقولون اختبار من رب العالمين، يريد يشوف قوة صبركم، قوة التحمل مالتكم. يعني كل شي يصير من رب العالمين، الحمد لله والشكر على كل حال. اي وهنا طبعا راح اقلي السمك وطماطة. طبعا جهالي اذا السمك قلي لازم وياه طماطة قلي، اذا ما وياه طماطة قلي ما ياكلون. هيك يعني من الاخير. اي وهنا طبعا شوية طماطة هيك قصصتها ناعمة، شوية بصل حمست وحمست الطماطة، ومناك همينة قلي. يعني هو غدا سريع والله، وبيومها يعني كلش. بعد تعرفون انتم المطر والجو يعني ظلمة، صار كلش ظلمة. يعني ما اعرف شلون بيومها صورت وشلون هيجي صار عندي واهس وصورت وهيجي ونزلت هسه. والله بيومها يعني كلش الجو شلون هيك يخنق. انا يمكن ما قالت لكم انه اني اضوج يعني هو صحيح يعني الخير من رب العالمين المطر، بس اني اخاف الصراحة، اخاف من المطر، خاصة الاجواء الهيج المغيمة وظلمة ومطر قوي. ما اعرف هيجي اخاف، لان احنا همين كهرباتنا يعني اليمنا شوية مو شي. يعني حتى من يصير مطر عباك شلون ألعاب نارية لو صعادات بالكهرباء، تظل تطقطق ومدري شنو، وكل ساعة تنطفي وتجي يعني ما تعرفون شو يصير. وأنا من قبل يعني من أنا وصغيرة كنت أخاف من الرعد وأخاف من المطر. ما أعرف بعد هيك أختنق، أحس جو المطر يخنقني وهيك شي، ما أدري من الله بعد، سبحان الله. بعد كل من طبعا اكو ناس تحب اجواء المطر وتحب المطر، وناس لا، واني من الناس اللي اخاف. المهم اننا نقضي وياكم سمكاتنا الحلوة طبعا. يعني السمك ما حد يعني العراقيين احنا، وخاصة احنا اهل البصرة غير، ماكو واحد ما يحب السمك يعني. اللي يقول ما احب السمك يمكن نقول هذا انسان غريب الاطوار. اي والله على قد ما يعني كلها تحب السمك. وطبعا السمك مو بس يعني واحد يحبه، هو مفيد، احسن من اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء الصراحة، يعني كلش مفيد احسن من كل شي، لان بيه كل الفيتامينات. وبعد تعرفون انتم كل الزين يعني السمك وفوائده.
هنا بيومها والله همين كان زوجي خطيه معزوم عند صديقة، فبس اني وجهالي، فما سويت هواية. يعني شو اسمه كم سنتي على شوية طماطة زلاطة. همين بيومها همين ما حصلت طرشي، همين سويت خيار وطماطة، وخليت فوقها شوية خل يعني يغني عن الطرشي. الحمد لله على كل حال. وهسه اشوفكم الاخير، يعني طريق التقديم مالت الاكل. هسه تشوفونه يعني هو على زلاطة على خبز على بصل طبعا اخضر. وهاي يسلمكم الف عافية ان شاء الله. يعني هيك هي اللمة هي اللي تسوي واهز للاكل الصراحة، يعني مو كثرة الاكل او هاي. احنا هذا يعني شو حتى بنتي خلنا اقول لكم شنو اخلي. هاي البنات اللي يطلبن من عندي الخلية النحل العجينة، هاي كل شي اسوي بيها العجينة. اسوي بيها خلية نحل، اسوي بيها بيتزا فطاير، كل شي اسوي بيها. يعني اخلي خاشوقة اكل خمرة، خاشوقتين حليب بودر، وخاشوقتين شكر همين، واخليلهن كوبين ماي دافي، واخلطهن زين يعني حتى يتجانسن، واخليهن 10 دقايق هيجي اغطين واخليهن. وبعدين اخلي مثلا تشقد عندك اذا اقل من كيلو طحين تقدرين تقللين الماي، وبعدين تضيفين بالتدريج يعني اللي تقدرين يعني تشوفين القوام مالته اللي تردينه. بس انا يعني عندي كيلو طحين بدي اسوي، فهاي الكمية همين بعد احتاجيت ماي والله على الكوبين. وهنا اكيد اخير شي منه اخلي الطحين اخلي فوقه الملح، لان الملح راح يأخر التخمير مالته. فاني اخليه اول شي بس الشكر لان يسرع التخمير، والخمرة والحليب والماي الدافي. وبعدين من اخلي الطحين اخلي الملح واعجنها، ومثل ما تشوفون اخلي ماي واعجنها من لمن اريد يصير القوام اللي اريده. وبعد ما اخلي ماي اخلي النوب شوية زيت تقريبا هيجي اقل من نص كوب العفو. اي واظل اعجن بيها لحد ما اشوفها كلش يعني صارت هسه تشوفونها. اخليها همين ترتاح 10 دقايق، وهمين ارجع شلون العجين هذا العادي اللي نعجنه هيج هم اريحها على مود شنو تصير كلش حلوة وياي. وهاي شوفوا قلتلكم هاي العجينة اسوي بيها فطاير، البيتزا، خلية نحل، يعني اي نوع معجنات اسويه هيجي هاي نفسها، ما اسوي غيرها. يعني معتمدة عليها بكل شي الصراحة. خوش العجينة يعني، وانا ما اخليها همين شوية صلبة وترجع على وجهي، لا اخليها شوية لينة حتى شنو من تفردينها بسرعة تنفرد وياك ما تطلع قلبك. اي نرجع على سالفة السمك. والله احنا سالفة السمك يعني جهالي يعني بنتي كانت اكثر شي تحب التمن ويا السمك، ويا مثلا قلي او شوي. هسه لا انه حتى بنتي تغيرت، يعني مرات انا اقول لهم بدي اسوي سمك بس اسوي وياه تمن ما يقبلون. هسه حتى هي ما تقبل النوب. قلت لها انتي شنو جاك؟ قالت بعد انا ظليت ما احب التمن ويا السمك. والله يعني اقول لهم يوم مثلا انا ما اريد خبز، مثلا عندي خبز بالمجمدة واريد اسوي تمن ويا السمك. احنا صحيح مو كل هاي نحب التمن ويا السمك، بس مرات يعني الصراحة تعاجز من العجن، خاصة تعرفون انتم الشتا شوية لازم أعجنه من وقت لين يريد له وقت حتى يختمه لين الجو بارد. فأتعاجز لا أريد، ما أريد من بعد احنا خلاص. والله الحمد لله. وشوفوا هنا أنا خليتها ترتاح 10 دقايق، بعدين هيجي خلي عجنتها عجنة واحدة، وخليتها على الوجه شوية زيت حتى ما تنشف. وهم شديتها بهاي العلاقة، عندي علاقة كبيرة دائما يعني أحب أن أحط المعجنات بعلاقة كبيرة وأضمن حتى شنو حتى ما يدخل لها الهواء. والله صراحة أنا الأكياس البلاستيك ما أحبها، ما أعرف ليش. العفو. يعني حتى مرة جبتهن حتى ما استخدمتهن، والله ما أحبهن. المهم وهنا نسوي الحشو. طبعا ما لقيت بيومها لحم مثروم، يعني وديت ابني يجيب لي بس ما لقيت. فعندي صدر دجاج والله قطعته هيجي شرايح ناعمة، وبصل، وخليت له شوية توابل،
وبعد شنو، التوابل بابريكا وكركم وشوية فلفل أسود وملح خليه همين، وشوية بهارات السبعة بس، وشوية كمون. المهم ايوه خليته يحمس كلش لحد ما يعني تشوفون هسه تشوفون وياي اللون مالته. ايوه كتبولي بالتعليقات شنو منو يحب السمك منو ما يحب السمك. وكتبولي بعد شنو تردون اصور لكم شو تحبون اشوفكم. وهنا شوفوا خليت التوابل طبعا هسه حتى تاخذ لون همين. واللي تحب يعني اكو بنات كتبلي اسئلة انه يردن تعريف علي يعني اسوي فيديو تعريفي. ان شاء الله قريبا راح اسوي فيديو تعريفي، بس انتم كتبولي اسئلتكم يعني شنو تحبون تعرفون عني، ايش تردون، اي اسئلة كتبوها لي بالتعليقات، وإن شاء الله بأقرب وقت أني راح أسوي فيديو تعريفي عني، وإن شاء الله تدللون. وأي شي تحبونه اكتبولي بالتعليقات، شو تحبون أنزل لكم، شنو أكثر شي شنو تحبون، روتينات مثلا غسل ملابس مثلا، خبز عجن طبخ. هيام والله يعني ما جاي أسوي أكلات جديدة، ولهذا الشي ما جاي أنزل لكم يعني هواي أكلات. بس إن شاء الله راح أسوي قريبا، أفكر لي بأكلة جديدة. طبعا أنا أشوف الأكلات جديدة يعني شنو صحيح مرات أشوفها على اليوتيوب مثلا، بس أنا يعني أبتكر من النوع اللي أبتكر من يم شغلات، يعني ما أسوي على الطريقة اللي أشوفها، لا أسوي من يم. أبتكر من يمي أشياء يعني، أو أوخر منها أشياء أو أضيف أشياء لها وهيجي، يعني ما التزم بيها، بس المهم يعني تطلع طيبة عندي الصراحة يعني. وهنا همين هاي العجينة شوفوها اختمرت. هنا طبعا افردها كلش بالصينية واسويها مدورة، شوفوا شلون فردت عندي، يعني انا اسويها شوية لين حتى بسرعة تنفرد ما تشلع قلبي. شوفوا. وطبعا اقل الجدة اقول لهم لا تنسونا بالاشتراك وانتم اللي متابعيني عافية لا تنسون اللايك والتعليق، هو اللي يصعد الفيديو طبعا. وانتم الجديدين فعلوا زر الجرس اذا تشتركون، اذا عجبتكم قناتي طبعا فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، ان شاء الله تعجبكم فيديوهاتي. والله انتم ما مقصرين الصراحة يعني، كلكم ما مقصرين وجاي تسوون الفيديوهات كلها جاي تصعدونها، مشاهداتي حلوة كلش حلوة صايرة، والحمد لله والشكر على محبة الناس. اي والله. وهنا طبعا نخلي الحشوة عندنا زيتون طماطة هيج جوانح قصصتها وزيتون، وهاي الحشوة اللي سويتها من ماد صدر الدجاج وجبن موتزاريلا. طبعا الصلصة هاي معجون وشوية زيت ومعجون وشوية خففتها بماي وخليتها شوية تتسبك وخليتها. بصراحة ما عندي فلفل أخضر هالمرة، همين ما حصلت. وهنا أخلي الجبن هاي فوقاها، يعني انتم الجبن بكيفكم مش قد ما تحبون، بس احنا هذا الجبن مو كلش هاي يعني يحبونه جهالي، فاني انوع مرات اجيب غير كرافت مدري شنو احطه عليه عادي. ولهنا اقول لكم راح يخلص الفيديو طبعا وياكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، ودمتم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. ولا تنسون البنات بالدعاء، اللي يطلبون الدعاء من عندنا، وإن شاء الله الكل بخير وفي أمان الله وحفظه. وباي باي.